يبحث في العلل القريبة، لو قال الأسلوب الذي يبحث في العلل القريبة، في العلل المادية، في العلل المباشرة، كل دي سمات وخصائص الأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي اللي هو بيبحث أو بيسعى للوصول للعلل القريبة. يبقى هنا لما يقول لي الأسلوب الذي يبحث في العلل القريبة، المقصود به الأسلوب العلمي. طيب نمرة ب، الأسلوب الذي يبحث في العلل البعيدة. ايه هو الأسلوب اللي بيبحث في العلل البعيدة وحفظناها واحنا في الفصل مع بعض؟ هو الأسلوب الفلسفي. الأسلوب الفلسفي بيحاول الوصول للعلل الأولى المعنوية البعيدة التي تعتمد على التأمل والتفكير العقلي. يبقى عرفت ان الاختيار الثاني المقصود به الأسلوب الفلسفي. د، قائم على الروحيات. ايه هو الأسلوب القائم على الروحيات؟ اللي هو الأسلوب الإيماني أو الأسلوب الديني. د، أسلوب يتصف بالجدة والأثار. كلمة أسلوب